السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وسعادة. النهارده هنعمل الكنافة بطريقة جميلة جدا، حلوة قوي، وسكرها خفيف جدا لمرضى السكر. مش هنحط سكريات كتير، اوعدكم هتبقى حلوة وخفيفة وطعمها زي العسل. تابعوني وخليكم معايا لاخر الفيديو، ما تروحوش في اي حتة عشان تعرفوا كل التفاصيل. بصوا، اول حاجة انا جبت نص كيلو من الكنافة، حطيته في الفريزر يجمد عشان اعرف افرمه كويس. زي ما انتم شايفين كده، تفرموه بالسكينه بايديكم كده، فرك تدعكوه لما يتفرفت خالص، او تحطوه في الكبه او الخلاط، باي طريقه حابينها تفركوا بيها الكنافه، مهم تبقى ناعمه جدا. تمام. انا هعملها بالسكينه وابتدي كده افركها بايدي، ان هي خفيفه جدا مش هتاخد مني اي حاجه. وبعدين هنبتدي نحضرها كده. زي ما انتم شايفين انا هنا خلصتها الكميه بتاعتي النص كيلو، وهجيب بقى ايه طاسه كده حلوه على النار، وهحط فيها حوالي نص كوبايه من السمنه. تمام. طيب انا ما عنديش سمنه، ممكن زبده. حلو. ما عنديش، وممكن زيت، ممكن زيت بس يكون زيت ذره، يعني ما يكونش زيت تموين عشان ما يديش طعم وريحه مش كويسه. حلو. هنبتدي بقى على نار هاديه، اهم حاجه النار تهدى معانا علشان الكنافه ما بتستحملش، علشان ما تتحرقش منك. وبعدين هنبتدي بقى نقلب بقى ايدينا بالاستمرار، يعني هنفضل كده مستمرين في التقليب. عايزه اقول لكم انا هضيف نص كوبايه من الشربات اللي هو العسل، بس لو انتم مش حابين تضيفوه في اللحظه دي لما الكنافه تحمر معاكم كده، تحطوا حوالي 3 معالق سكر بودر. تمام. مش هتبقى مسكره، وسكرها هيكون خفيف جدا، ما تقلقوش. لو ده حابين لمرضى السكر، مش يعني الناس بقى طبيعيه، ربنا يا رب يديكم الصحه كده والعافيه، مفيش مشكله. حطوا السكر اللي انتم حابينه، مفيش مشكله. بس بقى في اللحظه دي بقى معلومه مهمه جدا، الكنافه احمرت معايا، ما سيبهاش في الطاسه عشان انا اعمل بيت الخطوات التانية، لا، افضيها في حاجه تانية على طول، علشان خاطر السخونيه بتاعه الطاسه هتحرق لي الكنافه. حلو. انا هنا حطيتها في صينيه تانية عشان ابردها، ونزلت بنص كوبايه من الشربات اللي هو تبع الكنافه، وهبتدي بقى ايه اقلبها كده واسيبها. طب ليه الحركه دي؟ علشان تبدا ايه ان انا اشكلها، حتى لو حابين تعملوها بولات باي حاجه تضغطوا عليها هتجمد معاكم. تمام. بس لو مش حابين الشربات ممكن تحطوا سكر بودر زي ما قلت لكم، ما فيهاش اي مشكله. وهنسيبها وهنبتدي بقى نعمل الكريم جانتيه بتاعنا. انا استخدمت هنا باكوين دريم، ما حطيتش عليهم سكر خالص، استكفيت بالسكر بتاعهم، وحطيت عليها كوبايه من اللبن المتلج. ما عندكيش لبن استخدمي ميه ساقعه بس تكون متلجه. تمام. وبعدين بالمضرب بتاعي الكهرباء ابتدي اضرب الكريم جانتيه لحد ما يبقى تقيل معايا، يدي كده منقار. لو ما عندكيش مضرب ممكن بالمضرب اليدوي، بس بقى ايه ده عايز صحه ووقت شويه. احنا بالمضرب الكهرباء هنقعد حوالي من 4 ل5 دقايق، لكن لو بالمضرب السلك ممكن يوصل ل10 دقايق واكتر. هنضرب فيه لحد ما نوصل بالطريقه دي. زي ما قلت لكم انا ما حطيتش سكر. طب احنا عايزين نحط سكر، هتحطوا سكر، يبقى البيكو دريم عليه معلقه سكر بودر، مش سكر خرز، سكر بودر. خلاص انا خلصتها، هبتدي بقى ايه ان انا اشكل الكنافه بتاعتي. عايزه اقول لكم انا شفت الكوبايات دي على شكل فوانيس، عجبتني قوي، وجات لي الفكره ان انا لازم اعملها كده. فالمهم جبت بقى الكوبايات ديت، عملتها زي ما انتم شايفين كده. رقات بقى، رقه كنافه، والحشوه بقى اللي انتوا حابينها. وعلى فكره لو مش حابين تعملوا كريم جانتيه او مش متاح بالنسبه لكم، ممكن تعملوا القشطه اللي هي القشطه الكدابه، اللي هي عباره عن لبن ونشا وفانيليا وسكر. ماشي، هتمشي معاكم وهتبقى حلوه. بالنسبه للحشوات اي نوع حابينه انتوا عايزين تحطوه تمام. لو مانجا متاح حلو، فراوله متاح حلو، شوكولاته متاحه حلو. لو مفيش اي حاجه من الحاجات دي، وبرتقال متاح تمام، موز متاح مفيش مشكله. بس الموز هتتاكل في ساعتها، ما تتركنش في التلاجة عشان ما يسودش. اي نوع فاكهه متوفر عندك مفيش اي مشكله. هنعمل رقات زي ما اتفقنا، رقه كنافه، رقه كريمه، ورقه من الفاكهه اللي احنا هنحطها. لو مش حابه فاكهه خالص وتعمليها كنافه مع كريمه، برضو هتبقى ممتازه وهتبقى زي السكر. وده كانت الكنافه بتاعتي، انا عملتها بالمانجا، وعملتها بصوص الفراوله اللي احنا كنا عاملينه قبل كده مع بعض، وعملتها بالنوتيلا اللي هي الشوكولاته اللي هي قابله للدهن، وزينتها زي ما انتم شايفين كده. عايزه اقول لكم كانت حلوه قوي قوي قوي، وكانت تحفه.
بجد اتمنى تجربوها، واتمنى تقولي رايكم فيها. حلوه وخفيفه، السكر بتاعها خفيف جدا يا جماعه. عشان مرضى السكر احنا اكيد يعني الناس الكبيره او في بيوتنا في ناس ربنا يا رب يديكم الصحه والعافيه لو عندها سكر، حافظوا عليها من حلويات رمضان، عشان الشربات والعسل والحاجات دي السكر بتاعها بيبقى عالي جدا وبتبقى خطر. فاحنا مش هنحرمهم من الحلويات بتاعه رمضان، هنعملها لهم بس بطريقه حلوه وخفيفه، وسكرها يكون خفيف، وكمان عشان خاطر الاطفال وتكون مغذيه في نفس الوقت. اتمنى الفيديو يعجبكم واتمنى تجربوه. وعايزه اقول لكم انا متشكره جدا 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 ليكم على كلامكم الحلو والكومنتات اللي انتوا بتعملوها لي. ربنا يخليكم ليا وما نحرمش منكم ابدا ابدا ابدا. لو في اي حاجه حابين تعرفوها ابعتولي وانا هرد عليكم. وببقى عايزه انبهكم كمان لنقطه، انا متاسفه لو بتاخر في الرد، بس اعرفوا ان انا بنزل الفيديو برد بعديه تاني يوم على طول، لان انتوا عارفين انا عندي اسره كبيره وفيها اطفال، فبيبقوا واخدين برضو جزء كبير من وقتي، فما بملكش والله ان انا ارد بسهوله. ربنا يخليكم وما نحرمش منكم، واسيبكم مع الكنافه القمر ديت. وربنا يخليكم، ما تنسونيش يا جماعه لايك، ولو لسه ما اشتركتيش في القناه، معاكي وفاء محمود، اتمنى اشتركي في القناه وفعلي لي الجرس يوصلك كل جديد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.